بسكر التموين وكمان زيت التموين هتعملي كب كيك المافن او مافن الكب كيك او كبات المافن بطريقة سهلة وبسيطة. وكمان هنعمل الورق كمان بتاع المافن في البيت بكل سهولة. زي ما انتوا شايفين ارتفاع الكبات عامل ازاي ممتازة، والعجينة هشة من جوه وطرية وطعمها حلو جدا. سهلة وبسيطة، مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي. شايفين الكبات عاملة ازاي؟ تحفة بجد، طريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. كب كيك المافن بطريقة سهلة وبسيطة هشة. تعالى نعمله في البيت بكل سهولة. ينفع اللانش بوكس، ينفع للرحلات، ينفع كمان لما يكون عندك مناسبة حلوة جدا محتاجة ان انتي تعملي فيها كيكات او كبات. نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة مع بعض. بجيب بولة كده وابتدي انزل فيها بنص كوباية من الزيت، زيت التموين بتاعنا العادي، الزيت اللي موجود عندك. عندي كمان كوباية الا ربع من الكاكاو الغامق الاسباني. عندي كوباية من الحليب. هخفق كل المكونات دي كلها كويس مع بعض بالويسك العادي زي ما انتوا شايفين لحد ما اوصل للقوام ده. بعد كده بجيب بولة تاني وابتدي ان انا انزل عليها بكوباية من السكر وبيضتين بدرجة حرارة المطبخ. مكوناتها مفيش اسهل من كده. وعندي رشة من الفانيليا. هضرب المكونات دي كلها كويس جدا بالمضرب الكهربائي علشان بيسعفني شوية في الوقت. لو انت ما عندكيش بتضربيها بالويسك العادي لحد ما يبقى لونها فاتح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وبيتضاعف حجمها. بعد كده بنزل بخليط الكاكاو اللي احنا عملناه مع بعض، سرسوب كده رفيع زي ما انتوا شايفين، وافضل اضرب على سرعة متوسطة لحد لما اخلص كل كمية الخليط اللي انا عاملاه بالكاكاو زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بالخليط زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هضرب ضربة لحد لما يتجانس كل القوام الخليط مع بعض. بعد كده بجيب كوباية الا ربع من الزبادي البلدي العادي او الزبادي بتاع الشركات العادي. بجيب كوباية الا ربع واخفقهم. بعد كده بشيل المضرب تماما. بعد كده بقى بنزل عليهم بكوبايتين الا ربع منخولين من الدقيق متعدد الاستخدامات زي ما انتوا شايفين. وعندي ربع معلقة من بيكنج باودر، ربع معلقة من بيكنج صودا. هنخلهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده ببتدي ان انا اقلب المكونات كويس جدا بالويسك العادي خالص. ولو انت حاطه زبادي عاديه بلدي بتحط معلقه من الخل، لو حاطه زبادي شركات بتستغني عن معلقه الخل تماما. هقلب بالويسك العادي لحد لما بخلي الخليط. طبعا اي وصفه حلويات احنا بنولع الفرن قبل ما نشتغل فيها تماما علشان الفرن يبقى سخن. بعد كده بجيب كوبايه شوكليت شيبس بحط عليها، بشيل من الدقيق من مقدار الدقيق بتاع الكيك، بشيل منه معلقه والخبطها عليه علشان الشوكولاته ما تمسكش في بعضها وتتوزع كلها في العجينه بتاعه الكيك. بعد كده بجيب الكبات بتاعه الكب كيك زي ما انتم شايفين، واجيب ورق الزبده واقطعه على شكل مربع زي ما انتم شايفين، وابتدي ان انا ادخله الكب كيك. هياخد وضع شكل الكب كيك زي ما انتم شايفين. وكده انا وفرت معايا ان انا ما اجيبش ورق المافن وهيطلع معايا شكله حلو جدا. بجيب بقى كبشه من العجينه بتاعه الكيك بتاعي، بحطها كده في الكب كيك، بملى كده تقريبا 3/4 كل عين من الكب كيك بالشكل ده، وادخلها الفرن. هتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بتخش على درجه حراره 180، ما بتقعدش 10 دقايق، بتقعد من ربع ساعه لتلت ساعه، وبتطلع معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان هشه طريه، ارتفاعها ممتاز زي ما انتوا شايفين، وان شاء الله تعجبكم، واقتصاديه كمان. شايفين الطراوه بتاعتها؟ اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني. الفيديو جاي. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.